السلام عليكم. اولا شكرا لكم جميعا لحضور هذه الفعاليه الهامه اللي نكرم فيها مبدعنا وفناننا اليمني ابن اليمن ملاطف كومندي. شكرا لك يا ملاطف انك قبلت دعوتنا لتكريمنا في هذه الفعاليه البسيطه، لكن احنا نكرم ابن اليمن البارع المبدع الذي احيا التراث اليمني، واللي يعني حقيقه اوصلت صوت اليمنيين من خلال مونديال قطر الى الملايين. شكرا لك يا ملاطف. انا اقول له باسم كل اليمنيين احنا نعزك ونقدرك ونحترمك، وانا هنا احييك كما البقيه هنا يحييك ويشكروك. وكما قلت احنا نجتمع اليوم لنشكر ونكرم مبدع من مبدعي اليمن دورة ابراز التراث الشعبي اليمني ملاطف الذي احدث يعني حاله من الجمال، من الابداع، حاله من الفرح والسعاده في مونديال قطر 2022 من خلال عزفه المتفرد لدقه البرع اليمني. انت فعلا احييت هذا النوع من الايقاع ونلت اعجاب كل اليمنيين، وان شاء الله مستقبلا ستصل الى العالميه وستوصل لهذا الفن يعني وستعجب العالم كله. قدم ملاطف هذا الفن بصوره ممتعه. الامم تعرف من خلال انجازاتها العلميه، من خلال انجازاتها الفنيه، من خلال انجازاتها الادبيه، واليمن حقيقه لديها تاريخ كبير ولديها اسهامات وافره وخاصه في مجال الادب والفنون. انا حقيقه بهذه يعني اللفته نكرم ملاطف اللي استطاع بموهبته انه يقدم يعني اول حاجه ياتي الى حدث عالمي وهو كاس العالم، قدم هذه الموهبه الفريده ويرسل صوتنا للعالم كله. وانا اكرمك بتكريم لهذا الفن، وزي ما قلت لك في البدايه شكرا لانك قبلت الحضور الى هذه الدعوه. وانت فعلا ملاطف حميدي ابن اليمن الذي نفتخر فيه، وان شاء الله ترفع يعني راس اليمن عاليا. شكرا لملاطف وشكرا لكم جميعا. الله يحفظك. يهمنا ان احنا نرأس اليمن باذن الله في اكثر من حدث. على جهودكم هذه اشكركم وتفاعلكم فيه. الله يحفظك يا ملاطف. ملاطف هديه بسيطه مننا. انا بجيب لك اول حاجه يعني احنا نكرمه بدرع مؤسسه توكل كرمان. هذا الدرع الشكر وتقدير كده. لا عكس كده. ايوه كده. مذكور في اسم المطعم كده الحاجه تعطيها. تفضل يلا. ايوه تفضل يا وهذه شهادة تقدير. والحسام هذه شهادة تقدير للمؤسسة. هذا المبلغ الذي أعلنا عنه وهو مبلغ 10,000 دولار يعني بشكل جميل ومفرح لليمن والعالم بأكمله. شكرا لكم. في حد يشتغل حاجه ولا شيء؟ ولا اي حاجه يتفضل. انا ممكن اتكلم اذا سمحت. بعد الاستاذ. يعني الحمد لله اولا انه اليمن واليمنيون استطاعوا ان يصلوا بعد يعني بالذات المبدعون يعني عاشوا فترات كثيره من الاحباط ومن التجاهل ومن النكران، ولكن الحمد لله ما زلنا الان نحن
في كل المجالات الفنية والرياضية وإلى آخره. نتمنى أن يكون لدينا أكثر من توقع، ونتمنى أن يحظى الجميع بهذه الحفاوة. فشكرا لها وشكرا لملاطف وشكرا لكل مبدع في اليمن. شكرا جزيلا. نتكلم بالنيابه عن المعارض. احنا خارج من ملاطف يمكن بالفتره الماضيه معارضه. للاسف يعني الكثير يتكلم ما يعرفش بقيمه انه الانسان يمثل بلده، بقيمه انه الانسان يبذل وقت ومال، ويمكن بعض الاحيان يبذل بعض الكرامه عشان العالم اليمني ارتفع في المحفل العالمي مثل مونديال كاس العالم 2022. كنت قريب من ملاطف واعرف ظروفه جيدا، ولهذا انا اتوجه بالشكر الجزيل للسيده دكتور كرمان على هذا التكريم الذي يعني يعتبر تكريم لنا جميعا. انا اول من تكرمت بتكريم ملاطف. شكرا لكم جدا. في حد حابب يقول شيء؟ اسامه. استاذ سعيد تفضل. حياك. تفضل. سعيد. تعتبت؟ باقي من عاطف خلي يتكلم عن بس جهاد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا شكرا على تكريمنا من سوء التوكل. وهذا بالنسبه لنا احنا يعني ما قدمنا الا شيء بسيط لليمن، اسم اليمن ان شاء الله نرفعها عاليا. واشكر كل المجهود الذي قامت بجانبي وكل من ساند وكل من يعني شارك به، وتحياتي لكل المساهمين معنا وجنبنا، والف الف الف شكر. سعيد لازم كلمه كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه انا سعيد، اسمي سعيد، وهذا السعاده المزدوجه انه يتم التكريم للاخ العزيز ملاطف الفنان المبدع الذي رفع رؤوسنا مش فقط هنا في الغربه، لكن رفع راس اليمن كلها. وهو يعد من وجوه اليمن الفنية التي يجب أن تكرم وتعزز في ظل هذا الوضع السيء الذي يعيشه اليمنيون. نحتاج لحظات نفرح بها، نفتخر بتراثنا من خلال بعض الرموز، وهذا الأخ العزيز يعد اليوم رمز من الرموز الفنية في هذا البلد وفي خارج بلد الغربة يعني. الشكر طبعا جزيل للأخت العزيزة الأستاذة توكل التي عودتنا الحقيقة دائما على اقتناص اللحظة في إرسال رسائل لقضايا متعددة، سواء كان أيام المنتخب الشباب، سواء في هذه الفعالية ترسل رسائل للذين هم يغرسون رؤوسهم في الرمال ويتجاهلون المبدعين، أو ترسل رسائل للركام الاجتماعي الذي يقدم صورة نمطية عن بعض النخب أو الفئات الفنية أو الثقافية أو المهنية بنظرة أنا أعتبرها نظرة رجعية متخلفة، تريد أن تصويب النظرة هذه من خلال التكريم مستحق للأخ ملاطف، وهو موصول أيضا لليمنيين كلهم. شكر جزيل لأختنا. أنا يعني أعتبر هذه الفعالية تضاف إلى
فعاليات سابقة عشناها مع الأخت توكل، ونتمنى للأخ ملاطف أن يستفيد من هذا التكريم، ليس للبقاء على وضعه، إنما لتطوير قدراته وتنمية مهاراته والارتقاء بأدائه والاعتزاز بهذه المهنة التي يعمل بها، لكن لا يقف عندها، يطورها بشكل أفضل ويكون نموذج للآخرين اللاحقين به إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم. في حد يتكلم قبل ما نطلب الغداء؟ ماهر وهو ماهر هو بيتكلم عن الغداء اصلا. هالكوت ماهر امسكوا بس لا صح علي ما نصور. طبعا الواضح انه احنا شعب نمر في حاله ضعف وما في دوله تمثلنا، لكن استطاع مبدع واحد من اليمن، لان احنا شعب ديناميكي وشعب حركي ولا استطاع ملاقط الحضور في كاس العالم ان يعني يصبح نجم نجوم المونديال، وان يرفع اسم اليمن وتصبح اليمن ترند في المناطق. ولاننا كدوله ايضا استطاعت توكل ما نلوم على هذه الدوله، ما نلوم على الحكومه في كل المناسبات، وندعم المبدعين وان يكون اثر الدوله. شكرا يا استاذ، دائما نكون في مكان المناسب. اسمع صوت نسائي. رغده. تحتاج المايك من حق المسجد مش الا هذا عشان نسمعك. بس كل اللي حابه اقوله انه شكرا للاستاذه توكل، واكيد شكرا لملاطف، يعني انت اسعدتنا كلنا. فيكفي زي ما قال الاستاذ سالم ان احنا نشرت الفرح في قلوب اليمنيين كلهم سواء خارج اليمن او داخل اليمن. فخورين فيك ومبسوطين من الاستاذه توكل انها دائما تعتني بالمبدعين اليمنيين. طبعا الشكر موصول للمساعده او رفيقه الاخ حمير، كنا نتمنى انه يكون موجود معنا لكن للاسف لا ادري ايش اللي لم يستطيع انه يحضر، لكن الشكر له. هو ايضا يعني كان عامل مساعد كبير في انه يوصل هذا الفن الشعبي المهم يعني الى هذا المونديال. والان نقول تشتوا عشاء ولا ما تشتوش؟ نزيد نهدر يعني. شاي طيب طبعا الشكر ايضا شاي بس يا توكل. شاي بس اكيد. والله ابن حركه من حركات الاستاذ سعيد. تعال. طبعا الشكر للاستاذ احمد الشلفي مساعدته و الله طيب